نحن أكتر جيل اندرش واتمرمط، وأكتر جيل انضغط من ناحية القراية والشغل والمعيشة. وفوق ده كله كل يوم فينا زول بيفارق البلد وفارق أهله وأصحابه عشان يقدر يعمل لروحه ولأهله عيشة كويسة. وفراق أهلنا وأصحابنا بجد بقى حاجة صعبة وقاسية علينا جدا، وما أظن نقدر نستحمل أكتر من كده. يو السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو فيديو جديد. كثير مني الفترة اللي فاتت بيسأل روحه أنا حاسوي شنو؟ أنا مستقبلي ده ماشي على وين الليلة؟ ما في جامعة، ما في شهادة، الشغل في تلتلة، في مصاريف ماشية، كله غير عمرنا الماشي وما عارفين نسوي شنو. كثير من الناس اللي بنعرفهم وبنحبهم فاتوا سابونا وسابوا البلد عشان زي ما قالوا هم ارتاحوا من الهم عشان يمشي لهم تاني بعيد من أهلهم. يعني بجد أنا بجيت ما عارف البلد ده عايزة مننا شنو. الجامعة اللي بنقرا فيها لنا 6 سنة ولسه ما تمينا نصها، يا بأصحابك اللي بينقصوا كل يوم نفر، يا بالسفر، يا بحاجة تانية ربنا يحفظكم منها وطول في عمركم إن شاء الله. فالواحد بجد انضغط وبقى ما عارف يسوي شنو. إذا كنت أنت داخل الفيديو ده عشان تلقى كلام وتلقى نصيحة فبجد ما أظن تلقاها، لأنه فيديو الليلة ده عبارة عن فضفضة وعن إنه الواحد بيتكلم بلسان أخوانه عشان على الأقل نحاول نهون على بعض. فالحاجة اللي عايز أقول لكم وعايزكم تسمعوها قبل ما تطلع من الفيديو، اصبروا يا جماعة، إن شاء الله كله هيظبط وحنرجع لجامعتنا وحنرجع لشغلنا، أمورنا كلها حتظبط وبلدنا إن شاء الله حترجع أحسن مما كانت وننبسط كلنا بإذن الله. وبالتوفيق شديد لكل اللي فارقونا وكل أحبابنا اللي بعدوا مننا، وإن شاء الله يرجعوا لنا آمنين سالمين غانمين، وبالتوفيق لهم في أي حاجة فاتوا يعملوها. ولكل النقل اللي قاعدين يا جماعة ما تشيلوا هم عليكم والله، السفر ما دائما هو الحل الوحيد. عايم معي في كم نفر او في كم زول نجح في سوق الله ده، شوف في كم زول كبير قدر يجازف وفتح بيت وفتح وعمل اسره هنا. امشي اسال اي واحد منهم هتلقى زمان بس تعب ويجتهد ويتحمل كل اللي احنا ما قدرنا نتحمله. اي نعم مركز معي في النقطه دي انه انا يعني لحد هسه مصر احنا اكتر جيل اتمرمط، اكتر جيل اتعكست عليه. يعني ما شايف لي انا ما داير اقلل من اجتهاد زول، لكن احنا انضغطنا بجد. لكن برضو يعني اكيد كان عندهم حياة صعبة مروا بها وقدروا يتحملوها، بس اين احنا ضغوطاتنا كانت اكبر شوية. لكن برضو يعني انت لازم تتحمل عشان تقدر تعمل اي شيء في حياتك، تقدر تمشي خطوة في الحاجة اللي انت عايز تعمل. وفي الاخر الله ما بضيع حق زول، بس الواحد شنو يتحرك، وزي ما قاعد اقول لكم في الحركة بركة. اما موضوع الدراسة والجامعة ده اكتر موضوع شائك انا اتكلمت فيه، عملنا فيه قرابة 4 ولا 5 فيديوهات وبرضه ما قدرنا نلم الموضوع كله، لانه الموضوع صراحة بيتوقف عليك انت، بيتوقف على انت شنو. يعني انا ما بقدر ادي حل يمشي على كل الناس، ما بقدر اديك كلام يمشي على الناس كلهم. بتشوف ظروفك انت كيف، بيتكم كيف، وضعك انت اصلا كيف، حتى تقدر تحدد انت عايز تعمل شنو. هل انت بتقدر تستنى الجامعة وتكمل فيها ولا لا؟ لو بتقدر كان بها حاول شوف لك شغل هسه اسند به روحك، ابدا لك حاجة ظابطة اسند بها روحك لحد ما الجامعة تفتح، واحتمال تكون فتحة خير عليك تقعد تكمل فيها لحد ما تتخرج، وبعد ما تتخرج تكون مشروعك اللي انت بتسند منه روحك وبتاكل منه عيش. يعني انت لو بتقدر تستناها استناها، عدي الفترة دي ما تقعد ساي، حاول تتحرك جد. انا بقول لكم فترة ممكن تغير حياتك كلها، فانت حاول تتحرك، ممكن تلقى حاجة تخليك تشيل روحك اسي وتشيل روحك في الجامعة وتشيل روحك بعد ما تتخرج. لا لانه بجد البلد بقت ما بتقدر تضمنها، لازم يكون في يدك كم حاجة، الشهادة برا ما بتوقفك على حيلك بعدها. اما لو ما بتقدر خلاص شوف انت عايز تعمل شنو وخطط كويس جدا، لانه داير اقول لك انه ده قرارك انت، اذا كان كملتها او اذا كان خليتها ده قرارك انت. وفي الاخر لازم تتحمل كل العواقب، لازم تستحمل مسؤولية اختيارك، لانه بجد ما بزول حيشيل الشيء ده غيرك. فاذا كان ده تعمل كده وتعمل كده اتاكد تماما انه ما بزول حيشيله غيرك، فتاكد كويس قبل ما تختار. فاخر الفيديو ده انا حبيت اعمل الفيديو ده اصلا لكل زول متضايق، لكل زول مهموم، حابب اقول له والله يا مان احنا كتار وبنفكر بنفس الطريقه، وبيقولوا لما تلقى زول بيفكر بنفس طريقتك او بيقول لك نفس الكلام اللي بتفكر فيه بترتاح. فانت ما بركه والله يا مان، بجد كلنا في الهوا سوا، بس لازم نروق او لازم الواحد يروق عشان يقدر يختار الخيار الصح، عشان يقدر يعمل الحاجه الصح. عرفتها؟ روق تلقى الخيارات كلها فتحت قدامك، بتلقى روحك بتفكر اكتر. لكن طالما انت جايت وامورك جايت ومكتئب وزعلان ما حتقدر تصل لحاجه. بجد روق، اقعد في الجبنه، اداك كوبايه جبنه وقول انا داير اعمل شنو. كل الخيارات اللي في راسك بتنفتح، بتشوف الصح بالنسبه لك وبتبدا تعمل. في اخر الفيديو ربنا يصبركم على فراق اي زول كنتوا بتحبوه واجبرتوا ظروف البلد انه يسافر ويخلي البلد. حاولوا يا جماعه روقوا وسيروا مستقبلكم بالحاجه اللي دايرينها انتوا، ما تخلي الاوضاع الحاصله تسيرك باي طريقه. انت خلي الكلام ده في راسك وفكر فيه، سير مستقبلك بطريقتك انت،
ما تخلي الظروف هي اللي بتسيرك. اي نعم الظروف مهمه ولها يعني اثر كبير جدا في حياه البني ادم، لكن يعني انا ما اقدر اقول لك قاوم الظروف وسوي، لا لا يا مان، انت حاول يعني بابسط الحاجات يعني ما تكسل، بس انت كده قاومت الظروف يا مان، او قاومت اقل ظروف ممكن. ما تضيعوا زمن، وان شاء الله ربنا حيصلح الحال وبلدنا هترجع احسن ما كان باذن الله. في اخر الفيديو يعني معلش على الدخله الكئيبه دي الليله، صراحه يعني ده كان فيديو بجد انا حسيت انه لازم يتعمل. يعني كنت بفكر الاسبوع اللي فات كله هل الناس دي ما مستحمل اصلا انه انا اديهم فيديو زي ده، لكن يعني حسيت انه بجد في ناس كثيره محتاجه تسمع الكلام ده. فمعلش ان شاء الله ومن يوم الخميس يعني حنحاول نديكم فيديو برتم اعلى وتنبسطوا معنا ان شاء الله. فلكل زول استمتع بالفيديو ما تنسى تعمل لايك للفيديو وفولو فوق في الصفحه وشارك معك الفيديو، احتمال ناس كتار محتاجين انه يسمعوه يستفيدوا منه. الى الملتقى ان شاء الله. كان معكم محمد قسم الله هنا قسم شو. السلام عليكم.